انا لو خيروني وقالوا لي في اكله واحده بس هتقعد تاكلها العمر كله وهتبقى هي الاكله دي، اكيد اكيد هتبقى هي المكرونه البشاميل. عشان الوصفه دي انا مهما اعملها واي حد يدوقها من ايدي لازم يطلبها مني تاني. بصوا المنظر، بصوا بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المنظر؟ اوبا، الحق. عشان كده انا النهارده هجيب لكم الوصفه بكل تفاصيلها عشان ما تفشلش منك ابدا تاني. يلا بينا بسرعه. نسمي بقى بسم الله كده ونبدا باهم مكون معانا، الكريمه او البشاميل. هي دي بقى سر الوصفه. هننزل معانا اول حاجه ب3 معالق زبده. هندوب الزبده بس كده في الاول، وطالما حطينا 3 معالق زبده هننزل عليهم ب3 معالق دقيق كبار ومليانين. نقلب بقى الدقيق ده كويس قوي مع الزبده لحد ما يدوب معانا. بصوا كده معايا واحده واحده، ده اهم منظر. يبقى منظر الدقيق مع الزبده بالشكل ده كده، ما يبقاش فيه عندنا تكتلات. هنقلبه بس بالظبط دقيقتين. طبعا النار معانا متوسطه مش عاليه. نبدا بقى ننزل عليهم بالتدريج بحوالي من لتر للتر ونص لبن على حسب القوام اللي احنا عايزينه. هننزل بشويه لبن ونقلبهم مع بعض، وننزل عليهم بشويه لبن تاني ونقلبهم مع بعض. انا ماشي معاكم خطوه بخطوه اهو عشان تطلع ناجحه معاكم. احنا كده حطينا حوالي لتر حليب، 3 معالق دقيق و3 معالق زبده خدوا معانا حوالي لتر لبن. هننزل بقى في المرحله دي بمعلقه جبنه كريمي كبيره. لو مش موجوده مش مشكله، مش هتاثر معانا، هي دي بس بتعزز النكهه. في المرحله دي بقى نبدا نتبل البشاميل بتاعنا. هننزل بنص معلقه فلفل ابيض او معلقه صغيره مليانه يعني. طبعا لو مفيش فلفل ابيض يبقى فلفل اسود، بس احنا بنفضل الفلفل الابيض عشان خاطر اللون. ونظبط الملح بتاعنا بعد ما حطينا الجبنه الكريمي عشان فيها ملح. نيجي بقى للقوام بتاع الكريمه. هنرفع المعلقه، هننزل، هنعمل كده. ده القوام اللي احنا عايزينه. هنسيبها شويه هتبرد، هتتقل معانا اكتر من كده كمان. هنبدا بقى نركب المكرونه بتاعتنا. معانا مكرونه مسلوقه سلقينها في ميه وملح، ملح كتير وسايبين فيها عضه سنه صغيره. هنجيب الكريمه بتاعتنا وننزل بيها بحوالي كبشتين او 3 كده على المكرونه ونقلبهم مع بعض كده. تمام اهي. نجيب بقى الطاجن، نبعد الحله دي كده ثواني. نجيب الطاجن، ننزل بطبقه كريمه من تحت وننزل فوقيهم بطبقه مكرونه، ونجيب اللحمه المفرومه نرفع ده على جنب كده. انا عامل اللحمه المفرومه دي ببصل وملح وفلفل اسود بس. كنت بحط الاول فيها جوز الطيب، بس انا لقيت ناس كتير قوي بتقول لي فيها حرمانيه فبطلت يعني استخدم جوز الطيب. ولو عايزين طريقه عمل اللحمه المفرومه هتلاقي في فيديوهات كتير قوي تحت بتتكلم عن اللحمه المفرومه. وهي عامه بسيطه يعني، بصل وبيتشوح في حبه زيت وسمنه بصوت قوي، وبعد كده ننزل فيهم باللحمه المفرومه برضو نشوحهم مع بعض، وبعد كده نقوم متبلين التوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل اسود وممكن سنه بهارات صغيره. بص احنا ما خليناش فيها مكان ما فيهوش لحمه. نرفع دي على جنب. نيجي بقى لايه، تاتش من عندي كده عشان نزود الطعم او السعرات الحراريه. هننزل بشرايح جبنه شيدر. حطيك ازاي؟ حطها كده، حطها كده، حطها كده. سلام مهندس. خلصنا يا باشا. نيجي بقى لايه، طبقه المكرونه الاخيره. بالمناسبه انا في حاجه ظاهره جنبي في الكادر هنا مناسبه قوي تتشرب بعد المكرونه البشاميل دي عشان الدايت والكلام ده. حد عارف ايه هي؟ اكتبوا في الكومنتات، اللي خد باله يكتب في الكومنتات. نبدا بقى ايه، نرص البشاميل من فوق كده. سلام، ده احلى منظر ممكن تشوفه في حياتك. بس كفايه كفايه. نعمل كده ونبدا بقى نديها من فوق الوش كده حبه جبنه موتزاريلا. نصيحه تانية يا جماعه، الجبنه الموتزاريلا يفضل ويستحسن عشان ناخد منها افضل نتيجه ومطه وشده ولون جميل، نكون مطلعينها من التفريز اقل حاجه قبل الشغل بساعتين.
يعني ما ينفعش نطلعها من الفريزر نشتغل بيها على طول، مش هتدي معانا المطه المطلوبه. ده برضو سر من اسرار الجبنه الموتزاريلا. كده تمام، الطاجن بتاعنا بقى جاهز. هندخله الفرن، بس المهم ما نحطوش من تحت. كده كده المكونات بتاعتنا كلها مستويه. احنا هنحطه على الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لحد ما الوش ده يحمر وياخد لون جميل. بس كده تمام، الطاجن بتاعنا قعد معانا حوالي 15 ل 20 دقيقه في الفرن، وطلعناه بقى بالمنظر الجميل اللي قدامكم ده. اهم حاجه ما نقطعش الطاجن ولا نشتغل فيه الا بعد 5 دقائق، علشان